السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رجال نتناقش بالعقل بدون عنصرية. في ناس الآن يطلعوا يقول لك الإمارات سوت، الإمارات فعلت، الإمارات تركت. أنا أقول لك إيش سوت الإمارات. الإمارات جلست تعجنك 10 سنوات، ما سوت لك مشروع صغير ما سوته. أجت السعودية سوت اللي ما سوته الإمارات خلال 10 سنين، سوته ب10 أيام. ايوه حلو. اصحاب البامبرز هذول اللي يلبسوا الحفاضات البامبرز اللي اقوا على الراحه يقول لك لا، الامارات السعوديه تشتي تسرق، السعوديه تشتي تنهب، السعوديه تشتي تسوي، السعوديه تشتي تشول عليك اليمن، السعوديه تشتي بترول. السعوديه ما هي بحاجتك. اضعف واحد مواطن بالسعوديه يستلم 2000 وهو راقد. هذه اكراميه من الدوله. وايش بتسرق عندك؟ صح عندك ثروات إذا فتحتها زي المينا زي المؤسسات زي ذا، بس هي ما لها دخل. هذه حق الشعب، ما تقدر تشيل منه مثقال ذرة. ومن ناحية البترول ما هي بحولك. الشيء بالعقل. الله اعتبر كلامي أنا كذب وأنا أكذب عليك، أنا معلم. يا أخي تفرق من الميدان، اسأل الشعب، قل لهم إيش الوضع، إيش التحسن اللي صار عندكم. اسأل الشعب يا أخي، قل لهم إيش التحسن. هل الأفضل الإمارات أو الأفضل السعودية؟ سيبوكم من الطبال، خلوا الشعب يقرر. لا تطبلوا للمواطنين المساكين الغلابة. سيبوكم من الكلام. الإمارات سوت، الإمارات صجيتونا وهي ولا سوت شيء، ما غير الدمار، ولا حد الآن آثار الدمار حقها موجود. الخسسة هذول الانتقاليين الذي يسووا الحركات هذه، هذول دمار من بقايا الإمارات. هذا واحد. الله سبحانه وتعالى هبالك سمع وبصر وعقل. فكر من الميدان. أنا خلي كلامي كذب، أنا كذاب يا أخي. يمكن لي مصلحة من ذا الكلام، لكن انزل الميدان، شوف إيش صار، شوف إيش اللي ضبطت السعودية، وشوف إيش بتضبط للوطن. الإمارات مصلحتها إنك ما تفك الميناء، إنك ما تشغل ثرواتك، إنك السعودية لا، جت تشتي تضبط لك وضع، تشتي تعطيك وطن، سواء شمال أو جنوب أو وحدة. أنا اشتي وطن، أنا اشتي وطن. تعرف إيش معنات وطن؟ أنا اشتي وطن. أنا كمواطن هذه السياسات أنا مشتيش. روحوا تقاتلوا بالربع الخالي، دا بقول لكم لين تقولوا بس بالربع الخالي. أنتم القيادات. أنا المواطن أشتي الأمن والأمان والاستقرار، وأشتي حياة كريمة من وطني. ولا تجي تقول لي الوطن الوطن الوطن. صبرنا عليك 10 سنوات، ما سويت حاجة للوطن غير الرمي علينا بالرصاص. وإذا جينا نتظاهر عشان كهرباء قمتوا تقمعونا قمع، فوقنا لحم، رصاص فوقنا لحم. يعني يا أخي أنت فكر. المظاهرات حقك دي هذه سلمية، والمظاهرات الأولى كانت سلمية وضربتوا علينا رصاص. هل لفت علينا مجلس الأمن لما كنتم أنتم ماسكين الحكم؟ والآن لا يمكن يلفت عليكم. لو تجتمع الإنس والجن ما بيلفتش عليكم. لا تصدقوا. أنا أنصحكم نصيحة. شوفوا، الإمارات أجت خربت 10 سنين، والآن نقول الحقائق، بعض الحقائق. إيش سويتوا داخل عدن؟ شي سويتوا لنا زفلت؟ شي شقلتوا لنا مؤسسة؟ شي سويتوا لنا حاجة؟ شوفوا طارق عباس إيش سوى. حتى له سارق عظم له تحية. حتى له سارق، حتى له سرق الممتلكات حق الدولة، حتى له سرق ثروات الدولة، عظم له سلام. لأنه بنى لهم مطار وضبط الشوارع وصلح مدارس وصلح غيره وغيره وغيره. صلح أشياء أنتم ما قدرتوش توفروها، والدولة بيداتكم ما قدرتوا توفروها. بنى مدينة سكنية للمقاتلين حق عز وإب والذي من خارج الوطن. بنى لهم مدينة. تعرف إيش معنات مدينة؟ يعني أزيد من 5000 فيلا، وقال لهم اسكنوا. أنتم المقاتلين. ليش؟ لأنه رجل دولة. أنتم متشعبطين بالدولة. كل ما ضبحتوا راح تضحوا بأصحاب ردفان. يا أصحاب ردفان بطلوا، خيرة الله عليكم. يا أصحاب ردفان خيرة الله عليكم، بطلوا، عقلوا. بدل ما تلفتوا لهذول القرود، الفتوا لثرواتكم، شغلوا ميناءكم، شغلوا حاجاتكم، عيشوا حياة كريمة.
اتركنا من العنصرية، اتركنا من الكذب، اتركنا من هذولا والله أول مظاهرة سووها لكم في عدن، والثانية بالحبيلين، الثالثة بيطلعوكم عندهم البلاد ورود يافع. لا جبال يافع بيطلعوا ولا جبال الضالع بتظاهروا. آخر حاجة والله ما عاد تشموا الزبيلة الأسود. هذه نصيحة من إنسان شايب. ما عليكم من أصحاب البامبرز اللي يجي أصحاب الحفاظة يقول لك الإمارات وأولاد سويه، الإمارات وأولاد فعله. هذول اتركنا منهم. هذا مش داري. أقسم بالله إيش أقول لك أنا؟ لا في براسه سياسات ما غير متهبش أو له مصلحة. اصحوا وارجعوا إلى وعيكم قدام ما يفوت الأوان. أول مظاهرة في عدن، ثاني مظاهرة في الحبيلين، ثالث مظاهرة بتكون بالمثلث عقل عناد، الرابعة تجوا كذاك. لا فوق لا تقربوا عندنا. قسما بالله ما تبلعوا ولا بتخربوا الوطن. والله ما بتخربوا الوطن. آخذ من الميدان وأعطي. ما عندنا مشكلة. خلي السعودية تنعل والد والدينا. احنا مقتنعين. إذا كنت عندك عقل ومخ انزل الميدان وشوف. انزل عدن واسأل أي مواطن قل له وين أحسن الوضع الآن ولا أول. شوف إيش بيقول لك. أنت سرقتنا وما جبت لي شيء. أنت أكلتنا وما أعطيتناش. شكرا لألوية العمالقة، شكرا لدرع الوطن، فخر اليمن كامل.